بعد إزاحته إيلون ماسك، الملياردير الفرنسي برنارد أرنو يتربع على عرش أغنى رجل في العالم. نجح الملياردير ورجل الأعمال الفرنسي برنارد أرنو في التفوق على نظيره الأمريكي إيلون ماسك كأغنى رجل على مستوى العالم، وذلك على خلفية تغير القيمة السوقية للشركات التابعة لكل منهما خلال تعاملات الأسبوع الماضي. وكشفت بيانات مؤشر فوريس لتتبع الثروات ارتفاع ثروة أرنو وعائلته بمقدار 23 مليار دولار إلى 207 مليار دولار، بعدما أنهى سهم مجموعة LVMH المتخصصة في المنتجات الفخمة تعاملات الجمعة مرتفعا بأكثر من 13% بفضل نتائج أعمالها القوية. وبلغت ثروة ماسك 204 مليار دولار في نهاية الأسبوع الماضي بعد انخفاضها 18 مليار دولار في نهاية تعاملات الخميس الماضي، نتيجة الانخفاض الحاد لسهم صانعة السيارات الكهربائية تسلا بعد تحذير الملياردير الأمريكي من تباطؤ مبيعات الشركة خلال العام الجاري. وبلغت القيمة السوقية ل LVMH قرابة 389 مليار دولار الجمعة الماضي، في حين بلغت القيمة السوقية لتسلا قرابة 586 مليار دولار حسب تقديرات مجلة فوربس.